بتدور أحداث فيلمنا النهاردة في حديقة حيوانات، ولكن مش أي حديقة حيوانات، لا دي حديقة غريبة جدا من نوعها، وده لأنها جمعت كل أنواع الحيوانات اللي ممكن تتخيلها، واللي تأسست أصلا كمحمية طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض من حوالي 50 سنة، ودلوقتي بيجهزوها علشان يفتحوها للناس وتبقى متنزه عائلي مليان عروض وأنشطة تناسب كل الأعمار. وبنعرف إن افتتاح الحديقة كان مقرر بعد أسبوع، ولكن قبل الافتتاح بأيام قليلة الدكتور جوردن اللي هو الطبيب البيطري بتاع الحديقة بيستقبل شوية قرود عندهم أعراض غريبة جدا، وبعد ما بيبدأ يحللهم بيشتبه إن عندهم داء الكلب، فبيطلب من الحارس يقفل الأبواب علشان محدش من القرود يهرب، لأن لو ده حصل فالحيوانات كلها هتبقى في خطر. وفي وسط ما كانت القرود بتتصرف بشكل غريب واحدة منهم حصل لها سكتة قلبية، فالدكتور جوردن قرر يديها دواء علشان يحاول يرجعها للحياة، ولكن وقتها باقي القرود ابتدت تتصرف بعنف وبطريقة مرعبة جدا، والدكاترة حاولوا يهدوهم، ولكن فجأة القرد اللي كانت حالته صعبة صحي تاني ووقع دولاب على واحد من الدكاترة، وواحدة من الطاقم حاولت تهرب ولكنها برضو اتعرضت للهجوم. وبعدها بشوية الدكتورة إيلين جت تاخد مجموعة من الطلبة اللي هيشتغلوا كمتدربين في الحديقة، وبدأت تحكي لهم عن تاريخ المكان اللي بناه جدها لحماية الحيوانات. وبما ان المربية بتاعت بنتها الصغيرة اللي اسمها ثيا كانت غايبة النهاردة، فإيلين اضطرت تاخد بنتها معاها للشغل، وعلشان الطلبة يركزوا في الجولة فطلبت منهم يسلموا موبايلاتهم ووعدتهم انها ترجعها لهم في نهاية اليوم. واول ما وصلوا لمنطقة الطيور ظهر جوني اللي بيشتغل في الحديقة، وقال انه رايح على معمل الدكتور جوردن لان انذار الطوارئ شغال، بس طبعا بما ان ده بيحصل كتير فالموظفين ما كانوش قلقانين. وبعدين المجموعة اتحركت للمكان اللي بعده، وإيلين قالت ان المفروض جاس يبقى مستنيهم هناك، وبنشوف واحدة من الطلبة كان اسمها أمبر، ودي بنت من عيلة غنية وعندها قضية لانها عملت مشكلة في بار وهي سكرانة، واللي خلى إيلين توافق تاخدها كمتدربة ان جدها كان من اكبر المتبرعين للحديقة. وقبل ما يكملوا الجولة إيلين ادت أمبر جهاز لاسلكي وطلبت منها تتواصل معاها لو جاس اتأخر عليها، ولكن جاس ظهر في الوقت المناسب وأمبر ساعدته انه يأكل الحيوانات. والمحطة اللي بعدها كانت قفص الغوريلا، لان بنتها الصغيرة عندها علاقة مميزة مع غوريلا اسمها كيفو اللي هو اصلا من نيجيريا، وكيفو وثيا تقريبا في نفس السن وكبروا مع بعض لدرجة انهم بيقدروا يتفاهموا. ووقتها بيظهر داكستون اللي هيكون مشرف على الطالب جاي لانه عايز يتعلم اكتر عن القرود. وبعد ما ودعت كيفو ثيا بتكمل مع مامتها الشغل، وبيتعرفوا على المتدرب الجديد في فريق الامن اللي هو جاج. ووقت ما إيلين كانت بتعرف جاج على باقي الفريق، فجأة رئيس الامن اللي اسمه ريكس بيستلم مكالمة بتبلغه ان في حادث حصل في معمل الدكتور جوردن، فبيلم باقي الفريق علشان يروح لهناك. والدنيا في الحديقة اتقلبت تماما لان جوني مش بيرد على اللاسلكي ولا الموبايل، وبوريس حاول يكلم روبن ولكن هي كمان مش بترد. وفي اللحظة دي الحراس ابتدوا يشكوا ان في حيوان حاول يهرب من المعمل، ولكن إيلين بتحاول تهديهم وبتقول ان الحيوانات اللي عندهم مش خطيرة، وده لان دكتور جوردن شغال بس مع قرود صغيرة. وبعد الظهر جيك كان مع فريق الامن في طريقهم للمعمل، واول ما وصلوا ما لقوش اي حد جوه، وبعد ما طفوا الانذار بوريس شاف ايد عليها دم على الازاز، ولما حاول يفتح الباب البيطري زقوا بجسمه علشان ما يخليهمش يدخلوا، ولكن الحراس اتعاونوا سوا وفتحوا الباب بالعافية. واول ما دخلوا المعمل لقوا المكان غرقان في الدم، والدكتور جوردن طلب منهم يقفلوا الابواب علشان الحيوانات المصابة ما تهربش. وفي اللحظة دي ريكس لقى جثث جوني وروبن وبدأ يحاول يفهم ايه اللي حصل، وفجأة قرود كتيرة خرجت من جسم جوردن، وباقي القرود اللي كانوا مستخبيين في المعمل هجموا على الحراس. وريكس شاف بوريس وهو بيتصاب فحاول ينقذه، ولكنه للأسف اتعض في رقبته، وعلى طول ليزلي مسكت القرد ورمته في الحيطة، وجيك سحب ريكس بره المعمل. وليزلي شافت قرد زومبي جاي عليها فمسكت مسدسها وضربت على راسه طلقة خلصت عليه، وبعدها طلعت بسرعة وقفلت باب الأوضة قبل ما باقي القرود يهربوا. وفي نفس الوقت جيك ضرب القرد اللي كان بيهجم على ريكس، ولكن مع الأسف 3 من القرود قدروا يهربوا. وريكس على طول كلم إيلين علشان يقول لها ايه اللي حصل، وقال لها انه هيروح يدور على القرود قبل ما ينقلوا العدوى لباقي الحيوانات. وباستخدام الشرايح اللي في اجسام الحيوانات قدروا يحددوا طريق القرود، ولقوا انهم رايحين على المناطق اللي فيها حيوانات من افريقيا واستراليا. وبما ان ريكس عنده اصابة في ايده فليزلي قررت هي اللي تسوق وهي بتتابع احداثيات ريكس، وبينما إيلين شغلت انذار الطوارئ علشان تحذر كل الموظفين من ان في حيوانات خطيرة بقت حرة، فإيلين قررت تشغل بروتوكول الطوارئ وقفلت كل الابواب، وطلبت من الموظفين
انهم يلاقوا مكان آمن يقفلوا على نفسهم فيه لحد ما فريق الأمن يقدر يسيطر على الوضع. وفي اللحظة دي جاس جمع المتدربين ودخلهم على المخزن، وتشيلسي طلبت من ريكي يساعدها في قفل أبواب منطقة الطيور، وداكستون بعد ما خلص إطعام كيفو قفل على نفسه الأوضة مع جاي. وفي نفس الوقت جاس لقى نفسه محاصر من القرود وبدأوا يهجموا عليه، فالمتدربين حاولوا يهربوا ولكن ما لقوش مكان آمن، فاضطروا يطلعوا على شجرة علشان يبعدوا عن قطة متوحشة كانت هي كمان اتعدت. ولما افتكروا انهم بقوا في امان ظهروا قدامهم زرافات زومبي، والزرافات كمان هجمتهم، وجاي انتهى مصيره معاهم وخلصوا عليه. ولكن ليزلي وصلت وبدأت تضرب النار عليهم، ولكن للأسف ما قدرتش تنقذه. وبعدها أمبر كانت على وشك انها تتعض، ولكن ريكس لحقها وضرب الزرافة في دماغها وانقذها. وبعدها ريكس كلم إيلين وبلغها باللي حصل، فإيلين قالت له انها كلمت الشرطة ولكنهم مستنيين وصول فريق التحكم في الحيوانات، وده هيحتاج حوالي 3 ساعات علشان يقدروا يسيطروا على الوضع. واول مشكلة هتقابلهم ان في الوقت ده العدوى هتنتشر اكتر لو ما تحركوش بسرعة. ومع انها عارفة الخطر فإيلين طلبت من ريكس ياخد الناجين للبرج ويستنى هناك لحد ما التدعيمات ما تيجي، وده لانها مش عايزة تضحي بحياة اي حد تاني. وطبعا كل الحيوانات في الحديقة متراقبة بشرايح تتبع ما عدا الطيور، وده اللي مخلي ليزلي خايفة ان القرود يوصلوا لبيوت الطيور، وده لان الطيور لو اتعدت وهربت فهينشر الفيروس في كل حتة في العالم. وريكس وليزلي بيحاولوا يخططوا يعملوا ايه بعد كده، وجاك بيحاول يهدي امبر، ولكن فجأة بتظهر قدامهم زرافة زومبي من تاني وبتعض جاج، وعلى طول رجال الامن بيطلعوا المسدسات وبيخلصوا على الزرافة. وبيكون جاج اكتر حاجة شغلاه دلوقتي انه خايف يتحول لواحد من الكائنات دي، ولكن ليزلي بتحاول تطمنه وبتقول له ان الفيروس ده غالبا بيأثر على الحيوانات وبس. وفي الوقت ده امبر بتستغل الفرصة وبتسرق العربية وبتهرب بيها من الحديقة علشان توصل لمكان آمن. والمشكلة انها اخدت معاها كل الاسلحة والمعدات اللي الحراس ممكن يستخدموها للدفاع عن نفسهم، ده حتى كمان اخدوا اللاسلكي اللي كان ريكس بيتواصل بيه مع إيلين. وبعدها بوقت قليل ريكس وليزلي وجاج بيشوفوا قطيع من الافيال جاي عليهم، فليزلي بتجهز المسدس اللي فيه 5 رصاصات علشان تضربهم بالنار، ولكن جاج بيطلب منها تهدى شوية وبيقول لها ان الافيال ملهمش اعداء طبيعيين، وده معناه ان الحيوانات المصابة غالبا مش هتحاول تهاجمهم. وفي اللحظة دي فريق من الجنود اللي شغالين في السيطرة على الحيوانات بيدخلوا الحديقة بالهليكوبتر وبيكسروا قفص النمور علشان يشوفوا لو في حيوانات مصابة هناك. وإيلين كل ده بتتابع العملية من على شاشة الكمبيوتر وبتسمع صرخات الجنود وهم بيتهاجموا من النمر اللي كان مستخبي. وفي نفس الوقت أمبر وصلت لبوابة الخروج، ولكن لقت الباب مقفول، فبدأت تصرخ قدام الكاميرات على أمل إن أي حد يفتح لها البوابة. ووقتها إيلين بتتواصل معاها باللاسلكي وبتسألها عن راكس، وأمبر بتقول لها إنه احتمال يكون انتهى أمره وبتطلب منها تفتح البوابة، بس إيلين بتقول لها إن بعد ما شغلت بروتوكولات الطوارئ فقدت التحكم في كل الأبواب. وأثناء الكلام ده إيلين بتشوف مجموعة حيوانات قربت من أمبر وبتطلب منها ترجع للعربية وتدور على مكان آمن، ولكن أمبر رفضت ترجع وبدأت تتسلق البوابة. وفجأة بنشوف لبؤة زومبي هجمت عليها ومسكتها من رجلها وسحبتها بعيد عن البوابة، وبتكون إيلين بتشوف المنظر ده ومش قادرة تعمل أي حاجة علشان تنقذها. بس بعدها الإنذار اشتغل، وده معناه إن حيوان مصاب دخل المكان. وفي نفس الوقت ثيا الصغيرة كانت بتلعب بالدباديب بتاعتها، ولكن فجأة شافت كوالا جديدة على الرف فافتكرت إنه لعبة وراحت ناحيته، ولكن ساعتها الكوالا فتحت عينيها وبدأت تقرب عليها، وثيا بدأت تصرخ وأمها بتجري عليها. ولما أخيرا فتحت الباب لقت بنتها متغطية بالدم بعد ما استخدمت عصاية بيسبول علشان تقضي على الزومبي. والظاهر كده يا عزيزي إن البنت دي مش سهلة إطلاقا. وبنشوف مع بعض ريكس والمتدربين اللي لسه عايشين بعد ما قرروا يركبوا الأفيال علشان يحموا نفسهم بيها من الحيوانات المصابة، وده لأنهم فاكرين إن مفيش حيوان هيقدر يهجم عليهم وهم على ظهر الأفيال. بس وهم بيقربوا من منطقة الطيور الأفيال بدأت تتصرف بشكل غريب ورفضت تتحرك تاني، والتلاتة بصوا حواليهم واكتشفوا إن القرود الزومبي مستخبية في الأشجار. ولما الأفيال شافتهم اتجننت وخافت، وبسبب حركتهم ريكس وقع من على الفيل واتدهست رجله تحت رجل فيل تاني. وبنشوف جاك حاول يساعده بسرعة، بس في اللحظة دي واحد من القرود هجم عليه، فليزلي خافت جدا ومسكت المسدس وبدأت تضرب، ولكن بعد 5 طلقات الذخيرة خلصت وبقوا من غير أي وسيلة دفاع. ووقتها هم كانوا خلاص هيتهاجموا ويبقوا شاورما، بس الحمد لله داكستون ظهر فجأة وضرب كام صاروخ كده
في السماء علشان يخض الحيوانات المصابة ويبعدهم عنهم. وأول ما الوحوش بدأت تمشي داكستون بيساعد الشباب إنهم يرجعوا ريكس المكتب من تاني، وبيساعد ليزلي تداوي رجل ريكس المصابة. وبنشوف داكستون بيحط شوية مرهم على الجرح جاج، وعلشان داكستون قلقان إن العدوى تخرج بره الحديقة فقرر يتصل بتشيلسي، بس هي طمنته وقالت له إن مفيش زومبي دخلوا لمنطقة الطيور، وإن الحيوان الوحيد اللي ظهر كان مجرد فار. ورغم تأكيدات تشيلسي ولكن ريكس قال لازم يروحوا لمنطقة الطيور. وهناك ليزلي مسكت ساطور لقته في أوضة داكستون علشان تدافع بيه عن نفسها، وداكستون شاف في الكاميرات إن الحيوانات المصابة حوطت قفص الغوريلا كيفو، فقرر يروح يحميه. ولما وصل هناك لقى كيفو واقع على الأرض وحاول يصحيه، ولكنه اكتشف بسرعة إنه اتعدى وبقى زومبي. وداكستون حاول يرجع على أوضته ولكن الغوريلا لحقته وهجمته بكل وحشية. وبعد ما كيفو خلص على داكستون المسكين بقى بيدور على ضحايا تانية، وريكس شاف إن الشباب في خطر فمسك الساطور اللي كان مع ليزلي وهجم على الغوريلا من ورا، وطلب من الشباب بعد كده إنهم يهربوا، ولكن كيفو وقع ريكس على الأرض وخلص عليه في الآخر. والفريق حاولوا يستخبوا في قفص كيفو ورا الصخور، ولكن وهم بيطلعوا عليها الحيوانات شافتهم وبدأت تطاردهم. وجيك جات له فكرة إنه يزق صخرة كبيرة على الغوريلا، وفعلا قدروا يوقعوها على دماغه ويفلتوا. بس وهم مستخبيين في الغابة سمعوا صوت عربية جاية ولقوا إن أمبر قريبة منهم، ولكن لما وصلوا لها اكتشفوا إنها مصابة إصابات صعبة جدا وماتت وهي في حضن جيج أثناء ما كانت بتطلب المساعدة. وبنشوف مع بعض جيج كان متأثر جدا، ولكن ليزلي حاولت تهديه وقالت له إنهم هيعملوا جنازة لكل اللي ماتوا لما الدنيا تهدى شوية. وبعد ما شالوا جثة أمبر من العربية ليزلي كلمت إيلين وقالت لها إن ريكس خلاص مات، وإيلين ساعتها بقت قلقانة على سلامة الشباب، فطلبت من ليزلي تاخدهم وتبعد عن الحديقة في أسرع وقت ممكن. وخطتها كانت إنها تعدي على منطقة الطيور وتاخد تشيلسي وريك وتهرب بيهم، وده لأنها عايزة تخرج من الحديقة وهي لسه عايشة. وفجأة شافت مجموعة أسود قربت منهم فصرخت على ليزلي إنها تركب الجيب وتجري، بس لحسن حظهم إن الأسود راحت لريحة الدم اللي جاية من جثة أمبر، وده سمح لهم إنهم يهربوا. وجيك كان بيسوق بسرعة وليزلي لاحظت إن في حيوانات بتجري وراهم فطلبت من جيج إنه يضربهم، ولما تخلصوا منهم عملوا حادثة وكلهم طاروا من العربية، بس لحسن حظهم كلهم طلعوا بخير. وجيج قال لهم إن مكتب إيلين قريب منهم، وفي اللحظة دي إيلين كلمت تشيلسي وطلبت منها تفتح سقف منطقة الطيور وتسيبهم يطيروا علشان ما يتعدوش. وفي الأول تشيلسي ما كانتش موافقة لأن الطيور دي مهددة بالانقراض ومش هيقدروا يعيشوا لوحدهم بره، ولكن بعد ما عرفت الوضع عامل ازاي قررت تنفذ اللي إيلين قالته وطلبت من ريك يشغل الجهاز اللي بيفتح السقف. وفي الوقت ده الشباب كانوا بيحاولوا يهربوا من وسط الأشجار وهم سامعين صوت الزومبي، والشباب كانوا بيكملوا طريقهم ناحية منطقة الطيور. وفي اللحظة دي تشيلسي بتحس إن في حاجة غلط مع الطيور، وفجأة بيهجم عليها طائر كبير مش طبيعي. فجيج وأصحابه علشان يوصلوا للمبنى اللي فيه إيلين اضطروا يعدوا على كابل سلك متعلق، ولكن وهم في النص كده الكابل بتاع ليزلي اتقطع، بس لحقت تمسك في جيج بالعافية. أما جيج فللأسف ما كانش محظوظ زيهم ووقع وخلص عليه. وبعد كام دقيقة جيج وليزلي وصلوا لمكتب إيلين سالمين غانمين، وهي فتحت لهم الباب علشان يدخلوا. وأول ما سمعوا أصوات حيوانات قربت من المكان قرروا ينزلوا بسرعة على القبو، وأخدوا معاهم شوية أنابيب غاز علشان يستخدموها لو الزومبي هجموا عليهم في الطريق. وبعد شوية لما إيلين وصلت لمنطقة الطيور علشان تشوف تشيلسي حست إن في حاجة غلط لأنها مش عارفة تتواصل معاها، فجيج وليزلي قرروا يطلعوا يشوفوا اللي حصل، وطلبوا من إيلين إنها تولع في المكان لو حصل أي حاجة غلط. وأول ما دخلوا إيلين لاحظت إن السقف الإزاز بدأ يتكسر لأن الطيور المصابة اتجمعت كلها وبتحاول تكسره علشان تهرب. وبسرعة إيلين طلبت من بنتها ثيا إنها تفضل في العربية وراحت تجيب جيركن بنزين علشان تولع في المكان. ولما كانوا ماشيين جوه المكان جيج وليزلي شافوا جثث ريك وتشيلسي اللي الطيور كانت هجمت عليهم لحد ما قضت عليهم. وبنشوف إيلين رشت البنزين حوالين المكان ومسكت الولاعة وولعت في المكان كله علشان تدمر منطقة الطيور قبل ما الطيور تهرب. والشباب كانوا بيتعرضوا لهجوم عنيف من الطيور وبدأوا يضربوهم، وفجأة شافوا دخان كتير جاي عليهم وقرروا يخرجوا بسرعة قبل ما النار تمسك فيهم كلهم. ولما شافت إيلين إن النار مش هتقدر تدمر المكان بالسرعة المطلوبة فليزلي طلبت منها تقرب بالعربية وقامت ضربة النار في أنابيب الغاز اللي عملت انفجار ضخم جدا وخلت كل الطيور تتحول لكباب مشوي في لحظة للحظة. بس وهم في طريقهم للبوابة اتفاجئوا إن الغوريلا كيفو اللي كانوا فاكرين إنهم خلصوا
خلصوا عليه لسه عايش وجاي عليهم، واول ما شافوه بيجري ناحيتهم بسرعة حاولوا يسرعوا للبوابة، ولكن للأسف ما قدروش يعدوا في الوقت المناسب. وثيا حاولت تتكلم مع صديقها القديم ولكن طبعا ما ردش عليها، وكان على وشك انه يهجم عليها، بس إيلين لحقتها بطلقة خلصت عليه. واخيرا هليكوبتر الشرطة ظهرت والناجين اتلموا وخلصوا من الكابوس اللي كانوا فيه. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.